السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم رويسة الشاوية، وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكوموند اللي فيها الفقاس وفيها غريبة المعلكة اللي بزاف الاخوات طلبوها مني في لي كومونتير. اختي رويسة، شاركي معنا المعلكة، وانا تنقول لهم مرحبا والف مرحبا. هاني شاركتها معكم وتنتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش بارطاجيو فيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء وتعاونوني بلي لايك باش ان شاء الله تعم الفائده على الجميع. هاد المعلكه تجي رائعه وتتجي هشيشه الصراحه وناجحه 100% من اول تجربه، وما ما فيهاش العذاب اصلا، سهله مهله واقتصاديه. وكيف ما قلت لكم البنات، تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء وتعاونوني بلا لايك. يلا نبداو بالمقادير وطريقه التحضير على بركه الله. عندنا هنا عندنا 250 غرام ديال الكاوكاو، 250 غرام عفوا ديال الكوك، و250 غرام ديال سكر كلاصي اللي يكون نوعيه جيده، اللي هو يكون سبيسيال. وعندي جوج خمارات من وزن 7 غرام، يعني في المجموع 14 غرام. وعندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر. غادي نغربلو الخمارات كيف ما تشوفوا معايا، ضروري ما تغربلوهم باش ما يدروش لنا الحبيبات. وهذاك الكاكاو المر حتى هو تنغربلوه وتنخلطوا المكونات كامله مع بعضياتها. وبطبيعه الحال 5 ديال البيضات من الحجم متوسط، وإلا كانوا كبار تقدروا ديروا 4، ولكن انا في الاغلب الاوقات ندير 5 باش تجيني مزيانه صراحه الله. جوج معالق كبار الكاكاو كيف ما تشوفوا معايا. الصراحه هاد الغريبه راها اقتصاديه وسهله، تقدري توجديها في اخر لحظه، ممكن توجديها صراحه الله. وبطبيعه الحال غادي نشارك معكم فيديو جاي ان شاء الله الفقاس على طريقتي، تيجي غزال صراحه الله. هنا تزاحم عندي الوقت، ما بقاش عندي الوقت اللي غادي نصور معكم ندوز زعما الفيديو ديال الفقاس، حتى هو غادي نرميه ان شاء الله المره الجايه الا بقينا في الحياه. هنا الكاوكاو كيف ما تشوفوا معايا تنحمروه واحد شويه فوق البوطه، ولا دخليه الفران واحد شويه، ما تيتحمرش بزاف. هنا انا تنطحنو تنهرمشو كيف ما تشوفوا معايا. صراحه الله هاد المعلكه تتجي رائعه ولذيذه، ثقوا بيا، لذيذه لذيذه لذيذه. وكيف ما قلت لكم ممكن توجدوها في اخر لحظه، يعني راه ما تاخذش كاع الوقت، يعني اسهل حاجه هي المعلكه حتى لاخر لحظه كيف ما قلت لكم وتوجدوها. هنا طحنت الكاوكاو، يعني ماشي تنطحنو حتى تيتعجن، تيتهرمش لينا مزيان صافي. وتنديروه مع تنخلطوا المكونات كامله مع بعضياتها كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. ها نتوما يعني تيتهرمش مزيان وصافي، ولكن ماشي تيتطحن حتى تيولي عجينه تيتعجن لينا، لا، تنهرمشوه كيف ما تشوفوا معايا. دابا غنخلطو مع الكوك ومع السكر كلاصي، وغادي نخلط المكونات كامله تاني مع بعضياتها كيف ما تشوفوا. الحمد لله يا ربي، سيدي ربي ما تيحشمنيش كاع الكليه اللي تيتقداوها من عندي تيحماقوا عليها، لا هي لا الفقاس. الحمد لله كاع الحلويات اللي تنصيب الكليان ديالي تيعجبوهم، وبزاف الاخوات في لي كومونتير طلبوها مني الصراحه. واخا ديجا انا درتها في فيديو سابق، ولكن شحال هادي ودابا طلبوها مني انا عاودتها معاهم شاركتها معكم. دابا غادي ندير البيض كيف ما تشوفوا. البيض تيكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما تيكونش بارد، تنخرجوه من قبل من الثلاجه. هنا درت انا 5 ديال البيضات كيف ما غتشوفوا معايا. تنخلط المكونات كامله كيف ما قلت لكم مع بعضياتها. تنبقاو تنجمعوها بالاصابع كيف ما تشوفوا معايا انا في الفيديو، غير بالاصابع تنجمعوها، يعني ما تتدلك ما والو، يعني راه هي تنجمعوها وصافي. ها انتم هي تجمعات. هنا انا تنقلبها تنشوفها واش باقي خاصها البيض ولا هي هذيك. هنا جاتني انا هي هذيك صافي، تجمعات ليا مزيان. تنخليها واحد شوي، واحد 2 دقائق صافي، وتنبدا
نديرها كويرات. هنا عندي سكر كلاصينيت واحد الرابعه. هنا عندي الماء الزهر. تنفزق يدي كيف ما تشوفوا معايا، تندير كويرات وتنفندهم في سكر كلاصي، يعني القياس. اللي بغاها كبيره تيدير الكويره كبيره، اللي بغا متوسطه راه تيدير متوسطه، على حسب الحجم وعلى حسب العائله كله، على حسب الكليان. انا هنا درتهم كبار شويه. والفران تنكون مشعله من قبل، تيكون سخون وعلى عافيه مهيله. انا الصراحه هاد المره ما طيبتش في فران الضو، طيبتي في فران عادي ديال الغاز. غير هي عافيه مهيله. تندخلو الطاوه لتحت هو الاول حتى تتشق لينا الغريبه مده 5 دقائق لتحت و5 دقائق الفوق، يعني في الطهي ديالها 10 دقائق في المجموع، 5 دقائق لتحت و5 دقائق الفوق. بعد ما تتشق لينا لتحت تنطلعو الطاوه للفوق كيف ما تتشوفوا. تنبقى غاديه بهذه الطريقه حتى تنكمل الكميه ديالتي كامله. الصراحه تتجي لذيذه، والله ثقوا بيا تتجي لذيذه، صدقوني تتجي غزاله. والحمد لله كيف ما قلت لكم، سيدي ربي ما تيحشمنيش مع الكليان ديالي، كاع اللي كلاها عندي تتعجبو وتيعاود ياخذها من عندي الحمد لله. تنبقى غاديه بهذه الطريقه حتى تنسالي الكميه كلها، وتنحاولوا نبعدوهم شويه في الطاوه على بعضياتهم، حيت مازال ملي تتشق لينا لتحت تتولي كما قلت لكم الكويره كبيره شويه، درتهم انا كبار كما تشوفوا معايا. هانتم انا كملت الطاوه، دابا غادي ندخلها للفران. عطاتني طاوه ونص كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. طاوه ونص، هذه هي نص الطاوه الاخرى. دابا دخلتها للفران كيف ما تشوفوا معايا، ها هي تتشق. كما قلت لكم العافيه تتكون مهيله، ما تتكونش العافيه مجهده نهائيا، باش تاخذ لينا ما يتحرقش لنا السكر اول حاجه وتشق لينا. وملي تنطلعوها الفوق ما تتكونش العافيه مجهده، تطيب على خاطرها. وها هو الشكل النهائي ديالها كيف ما تشوفوا معايا، يعني راها غزاله جات لذيذه وهشيشه. وما تهزوهاش ملي تخرجوها من الفران حيت تكون باقيه رطبه بزاف، الا هزيتوها تتشتت. تتخليوها واحد 5 حتى 6 دقائق حتى تتبرد مزيان وتتشد في راسها، وديك الساعه تهزوها كيف ما تشوفوا معايا. يعني راه جات رائعه صراحه. وتنشكر كاع الناس اللي تتابعوني وتدعموني، تنقول لهم شكرا لكم بزاف 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 بزاف، ولا لا يخطيكم عليا. وبسلام عليكم حتى الفيديو قادم ان شاء الله.